مشاهدينا الكرام من جديد، إذا نقول أول شيء أهلا بكل من انضم معنا في هذه اللحظات على القنوات المفتوحة. الكاس واحد، وكنا من شوي على القناة المشفرة نشاهد معاكم مباراة الغرافة اللي كان في ضيافة نادي الهلال السعودي. نقول مبروك لنادي الهلال الفوز بجدارة واستحقاق، 3 أهداف مقابل لا شيء لفريقنا الغرافة، اللي نقول حقهم نقول لهم هارد لك، معوضين خير إن شاء الله. ولكن خسارة مؤلمة شوي، لأن في جدول الترتيب إذا بنشوفه مع بعض الغرافة يصعب من المهمة اللي مش مستحيلة، لا يقدر الغرافة يعني يعدل وضعه في آخر مبارتين، لأن الغرافة الآن 4 نقاط من 6 مباريات في المركز العاشر. بس للعلم الغرافة فوز واحد بس يوديه المركز السادس. ما زلنا احنا نقول ان الغرافة قادر انه هو يتأهل. طبعا الهلال الآن هو في الصدارة برصيد 16 نقطة، هو الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال آسيا. مبروك للهلاليين، ونقول هذا لك للغرفاوية. وناصر مبروك. الله يبارك فيك ابو جاسم. محمد مبروك. الله يبارك فيك. هارد لك لاخواننا، هارد لك لفهد وابو محمد. الله يسلمك. مبروك ان شاء الله. مبروك. ترى حتى نشأة تقدر تقول له هارد لك، لأنه كان لاعب في الغرافة. مفروض تقول لي هارد. تستاهل يا ابو سام، هارد لك. الله يسلمك. ما اقدر اقول لك شيء انت. مبروكين. الله يبارك فيك. مبروكين يا شباب، تستاهلون. شكرا لك. الله يخليك يا اخي. حتى احمد سعيد يقول له هارد لك، ان احمد سعيد كان يشجع الغراف. يلا معلش. صحيح. اوكي، فيك تحرك راسك بالشوط. مايد 3-0. يعني نتيجة كبيرة يستحقها الهلال، مبروك للهلال، فوز مستحق، هم الأفضل فنيا على مدار الشوطين الأول والثاني. الغرافة يقول له هارد لك، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان. يعني أنت تلعب مع فريق أفضل منك كأدوات وكلاعبين وكدكة احتياط وبدلاء، لكن يجب أن في مثل المباريات الكبيرة على الأقل تقلل الأخطاء، وخاصة الأخطاء الدفاعية تقللها وتتجنب الأخطاء، خاصة في الثلث الأخير في ملعبك. وهذا الغرافة اللي ما عمل بتاتا حقيقة، أخطاء دفاعية بحتة في الدفاع، وكان بالإمكان تتجنبها. يعني أنت لو في يعني صعوبة في التحضير، لكن يعني حقيقة كلها أغلب 3 الأهداف تقريبا سوء رقابة فردية مان تو مان في الدفاع. نعم مان تو مان تلعب مان تو مان، لأن إذا 1 بواحد لازم تكون أنت جيد شوف هذه مثلا الخطأ الدفاعي، تقطع في نصف الملعب، سوء رقابة. ناني ياخذ يعمل سلايت على الأرض، ما يجوز تروح سلايت أنت في 18، ممنوع إلا إذا الكرة قدام التنافس بينك وبين الكرة، لكن الكرة عند اللاعب تروح لسلايد، هذا خطأ منك. شوف اللعبة هذه خطأ فردي. أيضا حتى الركنية اللي جابها سافيتش أيضا سوء رقابة، متروك الحالة لعبها. شوف سافيتش. نعم. في أخطاء دفاعية. المدرب حاول يعدل صراحة، دخل رابح جناح اليمين، دخل جمال في الدفاع اليسار، دخل وجدي وسط ملعب ورجع عبد الله نقله من اليسار لليمين، لكن لاحظ انه هو غلطان، رجع مره ثانيه وجدي في اليمين، ودخل رابح جناح اليمين. اعتقد انه كانت في فاعليه، يعني واضح ان رابح حقيقه اللاعب المحلي اذا جاز التعبير افضل من اللاعب المحترف الروماني كومان. يعني كانت له فاعليه، كان نشط في الجهه اليمنى، في فاعليه حقيقه. يعني احنا كنا نتعشم ايضا في ابراهيم انه يكون افضل في افضل حالاته. اليوم مختفي، اخطاء كثيره، تنقطع منه الكره في نص الملعب، ما له دور دفاعي، مع ان كره القدم اذا الكره معاك انت تلعب مهاجم، الكره مع الخصم تلعب مدافع. هذا ما شفناه في اكثر من لاعب في الغرافه. الغرافة اليوم يعني لعب يعني مباراة متوسطة، لكن الأخطاء الدفاعية أعتقد خانته. والهلال فريق قوي وبطل وعلى أرضه وبين جمهوره وعنده الأدوات، استحق الفوز. نقول له مبروك، ونقول حق الغرافة ما زالت الكرة في الملعب في الأدوار اللي جاية في 3 فبراير. أخطاء دفاعية فقط الغرافة؟ يعني على مستوى التمرير، على مستوى البناء، على مستوى الافتكاك، على كل ما هو موجود. 10 لاعبين أجانب مقابل 4 لاعبين أجانب في الهلال، ما ذلك ما لهم أي شيء في الشوط الأول ولا حتى في الشوط الثاني. محمد سويلم، إبراهيمي بس فقد الكرة 21 مرة،
نجح في 3 مراوغات فقط من 8. ابو سعودي يقول احسن لاعب كان. ها؟ ابو سعودي يقول كان احسن لاعب ابراهيم. مو متابع المباراه، ما تابع المباراه. لا يقصده في يعني الدوري، شوف، في الدوري القطري. في الدوري يا ابو سعيد ولا يقول في الدوري القطري كان احسن لاعب. اكمل ارد على خالد. دائما اللاعب اذا كان يملك امكانيه وقدرات يجب ان يسخرها لمصلحه المجموعه. الابراهيمي لا احد ما يختلف عليه اثنين انه لاعب يملك امكانيات، لكن دائما يعطل ايضا حضور الفريق في الجانب الهجومي باحتفاظ الكره بزياده عن اللازم. فالكره هي بكل الاحوال هي اسرع في الارتداد اللي احنا ذكرناه في بدايه اللقاء، انه يجب ان تكون تحولات سريعه. هذا الامر حقيقه دائما ما يعني حقيقه يحبطه ويؤثر عليه هم الاطراف ابراهيمي والطرف الايمن كمان، وبالتالي افتقد الغرافه في حضوره في الجانب الهجومي. اضف الى ذلك ساعد هذا انه الهلال يستعيد توازنه وبالتالي يسيطر على الشوط الاول بشكل جدا شامل. اكد ذلك ايضا من خلال الشوط الثاني، عزز حضوره في الجانب التهديفي والحضور الايجابي بمثاليه قصوى بعد التبديلات بادخال اللاعبين الاربعه اللي يملكون امكانيات وايضا حلول سواء على المستوى الفردي او حتى على المستوى الجماعي. فالهلال بكل تاكيد تميز في كل تفاصيل هذا اللقاء في الشوط الاول باللاعبين المحليين، ومنتصف الشوط الثاني باحلال اللاعبين الاجانب اللي يملكون قدره على الاضافه. فانا اشوف انه انتصار مستحق، ولكن هناك علامه استفهام كبيره جدا تؤكد ان اللاعب المحلي يملك قدره وامكانيات افضل من اللاعب الاجنبي، وهذا ما تاكد من خلال فريق الغرافه اللي يلعب امام لاعبين الهلال ب10 لاعبين اجانب بدون اي فاعليه ولا اي نتائج ايجابيه ارتدت او كانت في مصلحه الفريق. فهذا سؤال عريض جدا يوجه حقيقه للانديه انه يجب ان نحترم هالمواهب اللي موجوده عندنا، وان نكون حريصين على استقطاب العناصر الاجنبيه اللي تمثل اضافه وتخدم الفريق او حتى مشروعه المستقبل. يعطيك العافيه بعد الرحمن. نشأت. لا هو ابو جاسم في فوارق كبيره صراحه من ناحيه الثقافه التكتيكيه، المهاره الفرديه، الموهبه. الفرق بين الهلال والغرافه في فارق كبير صراحه. ليش؟ لانه كل لاعبين الغرافه يطلبون الكره تحت القدم يعني الكل يطلبها تحت انه تجي الكره حتى انه يلعب. عكس الهلال كل يطلب الكره في الفراغ. تشوف في منظومه غير طبيعيه من عمليه نقل الكره والانتقال، الكل يتحرك يا اما متر للجانب او مترين للامام او مترين للخلف، الكل عباره عن خليه تحركات. يعني حتى شوف الاهداف وطريقه الاهداف والاصرار على انه شوف ياسر وين كان وين راح يكون، زاويه ميته. هذه زاويه ميته لاي لاعب كره قدم، لكن هذه الثقافه اسلوب المدرب. واضح انه خيسوس واحد من افضل المدربين على مستوى عالي من ناحيه الانضباط، من ناحيه فرض اسلوبه. تطبق تلعب، ما تطبق ما تكون موجود. شوف كل اللاعبين اللي موجودين في الهلال، انا ما اتكلم على واحد، كل اللاعبين يتحركون. شوف كيف راح يكمل ويخلق لزميله فراغ. لاعب الهلالي يختلف عن لاعب الغرافه. ليش؟ عنده اكثر من خيار داخل الملعب. بامكانه انه يلعب 3 باصات 4 باصات، بامكانه يلعب للجانب، بامكانه يلعب للخلف، بامكانه يلعب الى الامام. شوف ياسر كيف يكمل، ما عنده مشكله، عنده واجب انه انا اكمل في المنطقه. عبد الله الحمدان كذلك كمل في هذه المنطقه. اللاعبين البقيه في خليه عمل موجوده داخل الملعب. وهذا مو اللاعب، هذا مو شغل لاعب، هذا شغل مدرب. شوف قطع الكره، بعد قطع الكره كيف راح يتحركون. شوف عمليه الحركه، كل اللاعبين يتحركون، كل اللاعبين يبحثون عن منطقه الجزاء وعن هذا شغل مدرب مش شغل لاعبين. اي نعم لاعبين موهبه ولاعبين امكانيه بدنيه فنيه عاليه، لكن هذا تطبيق داخل الملعب وفرض اسلوب من قبل المدرب. شوف ترى هذه انا يمكن عندي فد 20 حاله فراح تكون ممله صراحه، لكن شوف في فوارق كبيره حتى مع اللاعبين. هم يلعبون السهل نشأت، والسهل دائما في كره القدم الصعب. لانه لاعب الهلال بكل بساطه، لاعب الهلال اللي يمسك الكره عنده اكثر من خيار، عنده 3 خيارات 4 خيارات موجوده في الملعب. شوف كيف راح يتحركون لاعبين الهلال، حتى البعيد حتى القريب في هذه المنطقه كيف راح يتحركون. في عمليه دوران، في عمليه لا مركزيه داخل الملعب، وهذه فوارق صراحه. انا ما اشوفها فقط لاعبين، لا، في مدرب فارض اسلوبه، فارض طريقه لعبه، فارض انك انت تتحرك وتستلم. ما تستلم يعني الكره لازم تجيك تحت قدمك وبعدين العب، لا،
اركض بعدين تجيك الكره، جتك ما جتك انت خلقت مساحه لزميلك وراح تخلق مساحه كبيره لكل الفريق. شوف لو نشوف يا ابو شمم حتى الجول الاول اللي جاب الجول الاول ليوناردو، اللي بدا الهجمه عبد الله الحمداني، اللي تحرك ياسر الشهراني. الشوط الثاني هم اللي طلعوا، البدل اللي نزلوا هم اللي عملوا الفارق، سافيتش ومترو وحتى كانسيلو يعني لودي. شوف ناصر لو نرجع للهدف بس، شوف الابراهيمي وين واقف وشوف ياسر وين كان، هو ظهير، هو المسؤول عليه، ياسر هو اللي يقص، هو المسؤول معاه، خليه هو ما يتحرك. اتوقع ترى الهلال هذه مدرب فوارق في الامكانيات. تكلمتوا عن الامكانيات، تكلمنا عن اشياء كثيره. الهلال لما يستحوذ على الكره 3 إلى 4 لاعبين يعطونك حلول، وهذه تفرق معك لما الظهيرين يطلعون معاك، الجناح يفتح على الخط، اللاعب يضم على الداخل، المهاجم يتحرك، لاعب الوسط ينزل له، فهذه تختلف. هذه مثل ما قلنا امكانيات، ثاني شيء عقليه لاعبين، ثاني شيء تكتيك مدرب عالي في حاله مع الكره، في حاله اقطع الكره من المهاجم ارجع ثاني مره. لكن في مشكله كبيره اليوم عانى منها غرافه في حال قطع الكره للهلال، كومان على الابراهيمي ما يرجعون، فيكون بس الوسط اللي مسكرين في العمق، اما الاطراف خالي 2 على 3 لاعبين. فهذه مشكله اليوم عانى منها غرافه بشكل كبير، خصوصا في الشوط الثاني. كومان اليوم ما سوى ولا شيء. الابراهيمي اليوم احتفظ بالكره، قال خالد اليوم قطعت منه كم خالد 20 او 21 كوره، وهذا الدليل ان كل ما تنقطع منه الكره يوقف وما يلعب مع الجماعه. اذا انت لاعب حتى لو عندك امكانيات كبيره، لكن احترم الفريق اللي قدامك. انت تلعب مع الهلال امكانياته للامانه نكون واضحين وعقلانيين، الهلال امكانياته اعلى منك بكثير، لازم تلعب لعب جماعي مع الفريق عشان تقدر توصل بهالطريقه هذه. ولما تنقطع من الكره لازم ترجع بسرعه، انت تنقطع من الكره ما ترجع، تحاول تعدي من لاعب او لاعبين معك الكره يطلعوا لك اللعيبه يفتحون لك، ما تلعب في اكثر من كره. اليوم كومان، حتى كومان اليوم مختفي، خوسيلو اليوم مختفي وما نشوفه يرجع في التغطيات. يعني في امور كثيره اليوم الهلال تفوق علينا بشكل كبير، خصوصا في اللعيبه الاحتياط او اللعيبه الاساسيين، حتى اللعيبه الاحتياط. الامكانيات اللي نتكلم عليها، الامكانيات اللاعب السعودي يعني اليوم شفناها بصراحه افضل من امكانيات فريقنا اليوم بشكل كبير، سواء اللعيبه اللي يلعبوا في الشوط الاول او اللعيبه اللي يلعبوا الشوط الثاني. طيب شكرا لك فهد. نروح حق مفدن في المملكه ارينا فالح الشمري الكرام و علي حمد. 6 أهداف تلقاها نادي الغرافة في آخر 10 دقائق. دائما في آخر 10 دقائق مبارياته 6 جول، يعني معناتها يا تكون لياقة يا تكون فقدان للتركيز. بالفعل. إلا إذا كان في سبب. بالفعل. يعني شوف اليوم مبروك للهلال. خلينا نقول الهلال اليوم وجيسوس بخاصة، يعني خاصة الشوط الثاني. الغرافه كان متماسك الى حد كبير الشوط الاول، ونزل بدايه الشوط وخاصه مع النزول الرابح كان فيه محاولات من الجهه اليمنى وفي تماسك لحد ما، ولكن الهلال شفنا الهلال قاعد يبني لعب من الثلث الدفاعي ويمشي بالكوره في الثلث الهجومي، وسع الملعب عرض وطول، استغل المساحات في العمق والمساحات على الاطراف. شفنا الغرافه اعتقد بعد ال 77 الحاله الذهنيه والحاله البدنيه للغرافه اعتقد في نزول. مسألة الفوز بالنسبة أو مسألة الأهداف كانت مسألة وقت واضحة، يعني في فرص متتالية، الهدف كان قريب تسجيله. أعتقد الغرافة فقد بالفعل الحالة الذهنية والبدنية. الغرافة اعتمد على الحالات الفردية أكثر شيء، وخاصة يعني ما شفنا جمل تكتيكية من الناحية الهجومية، ما شفنا استراتيجية واضحة بالنسبة حق التحولات. أعتقد الهلال فريق يعني متكامل، عنده الحلول الفرديه والجماعيه والتكتيكيه، حتى شفنا استرجاع حتى في الشوط الثاني، استرجاع حق الكره كان اكثر. المساحات في نادي الغرافه في الشوط الثاني خاصه بعد ال 77 زادت الهجمات. يعني ريكو يمكن الشوط الاول انقذ، الشوط الثاني انقذ، ولكنه في الاخير اعتقد الأفضلية والفرص الأكثر للهلال. أعتقد 3-0 نتيجة بالفعل كبيرة، ولكن كان بالإمكان بعد تكون نتيجة أكبر. هارد لك للغرافة ومبروك للهلال. حد عنده شيء ولا نسكر ملف؟
خالد، بس انا طالب حاله تؤكد ايجابيه بشكل كبير جدا، وذكرها نشأت اللي هي عمل المدرب وايضا امكانيات اللاعبين. لما يكون عندك مدرب فارض اسلوبه ويعطيك افكار وتكون اساسا هي مرتبطه بامكانيات اللاعبين. لاحظ خالد هذه الكره الثابته هذه تاكد لك الحاله الفنيه اللي يتواجد من خلالها اللاعب. شوف كيف التحرك، كان تحرك مثالي جدا. صحيح. يعني تشعر حقيقه بجمله جميله جدا تؤكد مستوى العلاقه الذهنيه اللي موجوده عند المدرب واللاعبين. لاحظ الان الكره من خلال امكانيه اللاعبين والتحرك، تدوير الكره والتحول في الجانب الهجومي بكل سلاسه ومثاليه. دائما الكره هي اللي تعطيك حل افضل من تحركات اللاعبين. لاحظ خالد المثلث اللي عملوه 1 2، وبالتالي طلب في الطرف اليسار وعمل كره عرضيه كانت من اجمل ما يمكن. امكانيات لاعبين وايضا قدره وشخصيه مدرب تمثلت في اداء اللاعبين للجمل التكتيكيه من خلال الكره الثابته. حقيقه فريق ما في حيله. نعم، انا بقول لك شغله عبد العزيز حسن، لاول مره من 2013 موسم 2013 2014 نادي الغرافه ما سدد ولا كره الى المرمى. تسديده واحده بس في الاحصائيه. شيء مخجل يعني بالنسبه للغرافه، حجم تاريخ الغرافه وامكانياته انه هو يقدم مردود في هذه البطوله، وعنده امل انه هو يكون من الصاعدين ان شاء الله. لكن الاخوان ذكروا يعني حطوا حالات بالنسبه لأنشات وعبد الرحمن، كيف انتشار الهلال وكيف طريقه لعبه ونقل الكره واللعب في المساحه وايجاده لاعبين صراحه اليوم، لانه مركز بغض النظر على التدوير اللي ساير، لكن في قيمه فنيه موجوده في قوام الفريق وقادر انه هو يسير المباراه بشكل صحيح. اي مدرب سيد مارتينيز مو مفترض انك انت عارف اليوم فريق افضل منك، صح؟ اسرع منك، عنده امكانيات بالبدلاء بامكانهم ان يدخلون الشوط الثاني يغيرون مسار الفريق. المفروض انا اعطل بقدر الامكان، اقول انا اعطل بقدر الامكان، اذا ما جاني الحظ بالفوز اروح للتعادل واكون معطل لهذا الفريق بقدر الامكان، ما العب باسلوب زائد اجاده الهلال على امكانياته ان انا اعطيه فرصه مساحه اكبر، اعطيه سرعه افضل، عدم مضايقه، عدم ضغط على اللاعب، وعدم استغلال المساحات الموجوده بالنسبه لي في التحولات. من المفترض انه يلعب طريقه دفاعيه، يكون في خماسي، في ثلاثي امام الخماسي، ويلعب اثنين في الامام. انا مو بعيب اليوم انا لا مثل كومان لاعب غير مفيد بالنسبه لي مثل هذه المباراه، لان المباراه مش تقول انت عندك افضليه على الفريق هذا، لا الفريق هذا عنده افضليه اكبر. المفترض ان انا اليوم طريقتي الدفاعيه تكون واضحه، سمتي الدفاعيه واضحه، مش عيب، ممكن انا افوز بالطريقه الدفاعيه. اليوم الطريقه الدفاعيه في باطنها شيء هجومي انا افوز فيها، اخطف المباراه. هذا ما قام فيه الغرافه، بالاضافه انه هو دخل او اللاعبين في وجهه نظري عندهم نوع من مو بالرهبه، لكن عارف ان الهلال اليوم افضل مني في اي حاله تشوف في وسط الملعب في الامام، تحس ان اليوم لاعب الهلال راح يقطع الفرصه، او اليوم راح يتغلب عليه في الهجوم، او بيستحوذ وقادر انه يسير هذه مشكله. فما في محاوله يعني. اليوم انت ما كنت ند، يعني انا في اي حاله في اي خط في حاله الهجوم لازم يكون في نوعا ما يعني في ند، يعني في شفنا عكس ما توقعنا الشوط الثاني نوعا في محاولات بسيطه تحس ان الغرافه عنده الافضل. انا ما حبيت اقاطعك من ساعه، بس انت قلت ان الغرافه لهم تسديده واحده، والتسديده كانت خارج مش على المرمى. عبد العزيز هذه نقطه. النقطه الثانيه اسمح لي في النقطه الثانيه، اذا بنتكلم على فريق الغرافه اليوم كفريق، افضل لاعب في الغرافه اليوم كان ريكو اكيد ريكو كان هو نجم المباراه. انا طبعا الحين يوم طلع محمد السويلم من اللقطه لا من شوي، ريكو سوى كل شيء اليوم. التسديدات من اليمين ومن اليسار 24 تسديده الهلال فوق وتحت، ومسكين تصدى باللي كان يقدر عليه. ممكن تكون نتيجه كبيره. ايوه خالد انت تشوف النتيجه لين 1-0 احنا كنا نقول ريكو نجم المباراه، يوم تشوف النتيجه الحين يقول لك الحارس ما كان زين، لازم تتابع المباراه تشوف الفرص اللي شالها. خالد المشكله يعني اليوم احنا تكلمنا في نجوم في الغرافه في هالمباريات، انا ابو حسن اتفق معك، بس لما اللعيبه المؤثرين انت تغلط في الكوره في الباص في المراوغه، هذه مشكلتك انت كلاعب. اليوم لازم ما تصل الكوره معنا عكسيه. هاي ترد عليك انت كلاعب. انا مثلا الحين المدافع ولا الحارس ترى يقطع الكوره،
عشان يجيب لك اياها، مو بحسب انت ترجعها علي بسرعه. صح. هذا اللي شفناه مع ابراهيمي ولا اساسي، وهذيل اعمده الفريق واللي باني عليهم انت. في فترات نعم الهلال كان متقدم 1-0 وكنا واقفين ممكن نقول ممكن الغرافه يسجل. صح. لكن يوم يروحون في الهجمه المرتده تشوف بعض اللاعبين يقطع الكوره، خالد تنقطع من الكوره وما يدافع. انت تعرف ان انا ايش معناته اني انا اسدد عليك ما يقارب ال10 تسديدات؟ ايوه يا خالد. يعني معناته اني انا وصلت مرماك 11 ركنيه خالد، 11 ركنيه تسديد الهلال. يعني معناته انا في وقت بسجل، في وقت راح اسجل. يعني انت معطيها اريحيه، عشان كذا انت الحالات بالنسبه للهلال سهله تاخذها. شوف سهله بالطول بالعرض سهله، لان فريق مقومات التنافس مش موجوده، الشراسه مش موجوده، نقول الروح مش موجوده. اقل شيء في هذه المباريات انا احسس اللاعب فقط ان ندافع بقوه. يعني لو لاعب مثلا ادخل عليه بقوه مره صح. مرتين ثلاث، حتى بيكون في نوع ما يراعي ان هذا لاعب شرس، لاعب عنده روح، ممكن يضرني، ممكن يعرقلني. فهذا انت ما اعطيت هذا الشعور، ما دام ما اعطيت الشعور خلاص سعود. لو نسوي مقارنه سريعه، يعني من امهر لاعب في الغرافه اللي يتكل عليه في كثير مباريات؟ ياسين الابراهيمي. من اكثر لاعب في الهلال اللي بس يحاور مع الكوره سالم الكوره عنده تقريبا ما تجي 3-4 ثواني في المباراه. لو تلاحظون لعب الهلال لمسه لمستين، هذا اللي يخلي لعب الهلال اسرع، والتحرك الامام التحولات السريعه للهلال. الشوط الثاني تكلمنا عن اكثر من كوره تحولات. ابراهيمي اكثر من 10 ثواني تقعد الكوره في رجله وتنقطع، والمشكله ما يرجع يقطع الكوره يوقف، وهذا كان سبب كبير. يعني في اكثر من كوره تصير الكره هذه تقريبا فوق ال 20 كوره تنقطع ولا يرجع. هذه مشكله كبيره. الامكانيات اللي موجوده في الهلال افضل منه. احنا تكلمنا قبل ما تبدا المباراه وقلنا ان اليوم ممكن الغرافه يقدر ليش؟ على الورق صح. على الورق نشوف تشكيله ممتازه، انه حتى تكلمنا تشكيل الشوط الاول انه حتى ناصر كانه ممكن مستواهم تكلمنا كثير صح. لكن في الواقع اللاعبين هذول يمكن من الدقيقه الثانيه من بيثبت 30 ثانيه نقول بيثبت نفسه نازلين في ملعب الغرافه صح ولا لا؟ صحيح. ما في اي رده فعل. فاول ربع ساعه اذا ما في رده فعل من الفريق المنافس معناته استلمت المباراه. لما تشوف الركائز اللي احنا تكلمنا عنها، ساسي وارون وبس ابراهيمي، كلنا ابراهيمي لا في مش ابراهيمي يمكن اليوم ابراهيمي اسوء لاعب في المباراه. اوكي بس برضو اللاعبين اللي معاه هو لاعب في الملعب، لكن تتكلم عن 10 باقين. اللعب منظومه، كره جماعيه. والله ناصر ما نلعب بكره فرديه. ناصر والله الصراحه البدلاء مال الهلال اليوم الصراحه يعني ما تقول عليهم بدلاء، لهم لعيبه منتخب. انا ما اقدر اقول انا ما اقدر اقول بدلاء والله لان اليوم ما حد مستانس الا مدرب المنتخب السعودي رناد ان هذول بيكونون جاهزين حق بطوله الخليج. حتى مدرب الهلال مستانس. اليوم بامانه انت اكيد المدرب لما يكون احرجوه حسسوا ان احنا اليوم جاهزين نبى نلعب في اي وقت، احنا جاهزين ان كان سنو ولا لودي. ياسر لاعب منتخب اليوم بامانه، ياسر من نجوم المباراه. تعرف يمكن ياسر لنا باك، واحنا هذا المكان اللي انا مفضل اليوم اللي سواه ياسر. يمكن حتى المفروض تقول انت كمدرب هذا ما يطلع تخليه قبل المباراه الصراحه. اليوم على ياسر اقول حرام جاي محترف مكان ياسر. انت قلت كلمه جميله جدا، انه دائما انه تلعب بعمليه السرعه هي انك انت تلعب الكوره وانت تركض بالكوره صح. فكل ما تخلي الكوره هي اللي يعني انت تلعب الكوره بشكل سريع، هنا تتحول بشكل ايضا سريع في ملعب الفريق الثاني. حقيقه هذه موجوده في الهلال، وضربت مثل فيها سالم الدوسري، وضربت ايضا حاله البطء في الابراهيمي، كون انه يحتفظ بالكره زياده على اللازم، بالتالي هذه تساعد اللاعبين خاصه ناصر وكنو اللي انا اعتبرهم اليوم من نجوم المباراه، رغم اني انا كنت متوقع عكس ذلك. شوف الهدف الاول مال الهلال لو يحطونه، شوفوا الكم لمسه بسرعه. نعم. وشوف منو اللي صنع الهدف، يعني اللاعب الظهير. فهد انت تدري، انت ضربت مثل بسالم، انت تدري سالم اليوم يعتبر الاقل فنيا في اللاعبين. سالم اليوم ما لعب مباراه، انا ما ادري ايش هذا ونقول سالم ما لعب وضربنا فيه مثل. محمد اليوم ما تاخرت الكره. اضرب مثل في مالكم اليوم. مالكم اضرب مثل. انا مالكم وياسر. انا لما تتكلم عن الهلال انت ان اليوم الكره ما تطول في رجله. معليش بس انا لما اتكلم عن الهلال اليوم انا اتكلم في مباريات سابقه. الحل دائما للهلال مالكم، في اي مباراه مالكم. يعني لو نشوف المباريات اللي ما لعب فيها مالكم الفريق تعثر. نعم. حتى الفريق تعادل. صح ولا لا؟ مالكم هو الحل الاول في الهلال.
هو الحل الاول. طيب مالكم هو اللي يرتب اللعب، هو في النواحي الهجوميه هو اللي دائما علامه فارقه. سالم يعني ما شاء الله. انا اقول لك بس اليوم يعني سالم اليوم ادى وسوى كل شيء، لو تعاون في كم كوره كان ممكن اللاعبين يسجلون وممكن كان تظهر فيها. اليوم الضعف الضعف الاكبر في الغرافه كان الجهه اليسرى، وكلنا واضحين اليوم. طيب يعني الجهه اليسرى كانت هي الاضعف. فهد يعطيك العافيه. بغض النظر عن اي شيء اليوم كان في تباطؤ كبير عند ياسين ابراهيمي في عمليه لعب الكرات اليوم. استحواذ على الكره كان فعلا يطول فيها نشأة. نعم. هو مطلوب منه هالشيء اصلا. ها؟ مطلوب منه يحتفظ بالكره، لان صراحه انت ونجم الشوط الاول تحتفظ بالكره اكثر. ما تقدر تقاوم، يعني تعرف المنظومه الدفاعيه خالد. بس ارجع دقيقه ارجع خليه يشوف اللي يتكلم عن المطلوب منه. نعم. خالد حط الهدف بعد الهدف معه. فهد الله يرحمه والدك دقيقه ان شاء الله. هاي بالدقيقه 90 تباطأ عنده، جاله فابريزيو دياز وخذها منه، مش مطلوب منه. اقول لك يمكن هو مطلوب منه، يمكن المدرب طالب منه هالدور انه يحتفظ بالكره. ما يصير على اساس انه ما عنده المدرب اللي يطلب منه يقول العب اراه. ابو سعيد كان معه ما يصير. ابراهيمي من اسلوبه اصلا المراوغه اذا ما مشت معاه الكره مثلا واحده اثنتين ثلاث مراوغه، المفروض غير اسلوبه، يلعب لمسه لمستين. فهو اسلوبه انه يحتفظ بالكره، مش واجب. ما في داعي يوصيه. والله خالد ساعات المدربين يقول لك احتفظ بالكره، امسك بالكره قد ما تقدر. بس بتحاور مع الاخ احمد. اخوي احمد في هذه اللقطه، هاي الحين اللقطه هاي انت بس دقيقه الله يسلمك. لقطه يا وش بس كلمه بسيطه او تعليق بسيط. لو هو كان سريع فيها لعب باص كان ممكن هم يتجهون صوب الجول. ممكن ترى الغرافه يقلص. ما عنده حد خالد، لا من الصبح ويدور حد، ما عنده مسانده. كانوا عنده 2 مسانده في هاللقطه بالذات اللي لا خليه يرجعها بشوي من قبل، ما شفنا معاه خسله يا ابو يحطون على الكوره لمسه واحده ويطلعها يمين ويسار. هنا اللمسه واحد معاه، حط لمسه واحده الى 4 4 معاه 4 ضد 4 يا اخي بيسوي دربل. هنا لمسه يعني هنا لمسه يا اخي خليه يدربل. الحمد لله انك هو العقل المفكر. هو 4 ضد 4 يا ابو سعيد. الحمد لله يا احمد السعيد. يا اخي ما عنده حد من الصبح بيحاور، ما قادر يا اخي، لا عنده مسانده ايوه ولا ما قادر على قولتك، ما قادر يا كابتن يغير اسلوبه، يلعب لمسه لمستين اذا ما قادر. شوف كم لاعب كم لاعب هجم عليه. بس دقيقه يهجمون عليه 3-2. مراقب طول المباراه. بس لك ابو سعيد الحين لو يهجمون عليك 3 بيضربونك شو تسوي؟ منو؟ تشرد؟ بحاورهم 4 عليك يضربونك شو بتسوي؟ ما اسوي شيء. نجده صح نجده. القوه تغلب الشجاعه. تطلب الهلب. الكثره. شلون؟ الكثره تغلب الشجاعه. خلاص من لمسه واحده العب بعدين تغلب عليهم. انت شوف مسعود، شوف كم هو لاعب كبير، مو محتاج هالكلام اصلا. مدرب الهلال قال من يمسك هذا الابراهيمي الكره عملوا عليه ضغط. سواها ياسر من بدايه الشوط الاول، ما خلاه يتنفس. ايه صح. هو يعني انت ايش تسوي في الحاله هذه؟ تستفيد منه. ايش يسوي ابراهيم؟ تستفيد الان يلعب السهل، الضغط عليه باكثر من لاعب ويفتح مساحات. المفروض انه ياسر الشهراني لما انضغط عليك تمام ايش تسوي يا ابو سعيد؟ تلعب السهل، العب وافتح في المساحه وتحرك. ما عنده والثاني شو اسمه اللي معاه كيفن، ما حد بعيد، كلهم بعيدين عنه. اكيد بيكون بعيد، الناس لاعبه عليك بريس عالي. ناصر خالد احمد ابراهيم لاعب مميز ورقم 1. ابراهيم لا مش مميز، لا احنا نمدحه. كابتن دقيقه معلش اسمح لي. اليوم هو ياسين، انا اليوم ما بقى. ياسين هو من المميزين نعم، وانا واحد من اللعيبه اللي احب لعبه بصراحه، استمتع معه انا، ولكن استمتع لما يكون لاعب سريع في اوقات مهمه. بقول لك اليوم تقييمه في المباراه 6.1. نعم، لربما يكون هو الأسوأ اليوم في المباراة يا جماعه. لا خالد انا بتكلم عن خالد المدرب سعيد. خالد هني مدرب ترى. هاي مال اجهزه وارقام احصائيات كلها تكذب الارقام، تخدعك هاي. خالد مدرب ترى على فكره البدلاء كانوا اعلى منه في التقييم. تفضل. رابح اليوم ممتاز. طلع خالد. انا هني بقول لك خالد انا عارف انه هو لاعب زين، بس اذا ما كان زين المدرب لازم يكون له وقفه، ما في مشكله اذا طلع، لان حتى المباراه اللي طافت خالد يوم طلع هو زعلان. زين ترى تطلع زعلان ليش؟ لانك انت ما كنت زين في المباراه، بالعكس يوم انت زين الغرافه زين، الجمهور مستانسين والفريق يكون مستانس ويمكن تجيب نتائج ايجابيه. المقصد اذا ما كان زين لا والله طلع برا. اذا بيطلع اليوم خسر الاستحواذ على الكره 21 مره كثير، وهذه من ضمنها. ايه خالد ردا على احمد السعيد. قبل المباراه الهلال يقولوا لهم منو اللاعب الغراف الاول؟ منو بيقولوا لهم؟ ابراهيم. ياسين ابراهيم يعني واذا ما كنت زين صح ولا لا؟ منو اللاعب الاخطر بعد المباراه؟ بعد المباراه ابو سعيد حارسهم من الاسوء هذا. اذا كان بعد المباراه من الاسوء ابراهيمي يصير في مباراه، انت مو بكل يوم بتكون جيد. هذا معناته من ثناء منك
لنادي او لاعبين نادي الهلال. لما قبل المباراه قلت لهم من اللاعب الاميز في الغرافه؟ قالوا لهم والله ياسين ابراهيمي. لعبوا المباراه كان هو الأسوأ، اذا هم حدوا من خطورته وحجموه. اذا هذه تحسب للاعبين الهلال، تحسب لمدرب الهلال، وتحسب عليك. فيفضل انك تسكر الملف عندك، احسن لك نصيحه. خالد مش انه هم حدوا من خطورته. ابو سعيد خلوه ابو سعيد يكون خطر من بدايه يعني المباراه. سؤال كيف يخلونه يعني؟ في لاعب خلوه عملوا عليه ضغط عالي، يروحوا لاثنين على الكوره يعني نجحوا، وقفوه. نجحوا مش ساعدهم، هو ساعدهم نجحوا يعني في المهمه. انت قاعد تغلط. طلعوه انت سهلت المهمه يا كابتن. مش سيء. لا حول ولا قوه. ما نبغى نقصي على اللاعب يا اخي. سؤال اغصي دقيقه، هم طلعوه سيء؟ طلعوه سيء لان قطعوا كل الكور. خلاص يا ريت عملوا عليه الضغط العالي. شكرا. على حامل الكرة، خذوا منه كل الكور. اذا مفهومك كان خطا عن المباراه، معناته انت كنت كويس. محمد معاك. انا ما قلت انه هو الغرافه جيد، انا قلت لك افضلهم كان هو. من افضلهم؟ هو ابراهيمي الشوط الاول كان اليوم النجم ريكو والحارس ما في غيره. خلاص ابراهيمي مش افضل واحد. والمدافع النجم اليوم للغرافه ريكو، بس ريكو اليوم والله الحارس. خلاص رضيتوا؟ انا عندي شغله صغيره. يبقى الغرافه فريق محترم، فريق ثقيل، معلش احنا اليوم نقول مباراه للنسيان. الغرافه قادر انه يتاهل من الثمانيه الاوائل، نعم الغرافه عنده فرصه كبيره انه يتاهل، ولكن على اللاعبين انهم يلعبون لفانيله الفريق، يلعبون لشعار النادي، ما يلعب كل واحد فيهم لنفسه. مو بكل واحد يدخل الملعب ان انا النجم الاوحد. في حضره الشعار ما في نجم اوحد. صحيح. في حضره الشعار هناك كيان، انا العب للكيان، الفوز، اللعب الجماعي. نعم. هذا الاساس. هذا اللي عرفناه. انا اليوم قادر اني انا والله العب واحاور واسوي كل شيء، لكن انا عندي 10 لعيبه معاي، وكل واحد له واجبات، وكل واحد له حضوره في الملعب. واذا ربعك كانوا حواليك العب باص، تناقل الكره من اليمين الى اليسار. احنا تعلمناها في عالم كره القدم. لما تلاقي قدامك فريق صعب شلون تتغلب عليه؟ العب معه كور سريعه، العب معه مثلثات، يا اخي نوع الكره من اليمين لليسار. عنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة ما بقادر عليه أكثر إنك تقتحمه أو تدخل العمق. حاول إنك تستخدم مهارتك الفردية، إنك تعمل لك تخلق لك فاولات بلنتي اللي يكون. أما إنك تتم على هذا الوضع تفكر نفسك إنك أنت ما زلت قادر، وأنت تشوف إن الكرة من تجيك تخلوا عليك اثنين. افهم. وعلى الزملاء أصلا يفهمون إن هذا اللاعب مراقب عندنا اليوم. خلاص مو بقادر يعطيني، أنوع أروح مكان ثاني. روح الجهه اللي هذا في المنطقه ما عاد يقدر يجاري. ترى بعلمك في ناس يدخلونك في طوفه، صدقني. هذا فريقين هذيلا. قول ما شاء الله. ما شاء الله فريقين. قول ما شاء الله. الهلال يدوخك يعني يجيب لك شغل اطفال. ما يخليك يعني انت تعترف انه جايب لك شلل الاطفال من زمان؟ جايب الفرق كلها. لا مش الفرق كلها، اغلب الفرق اللي في اسيا الهلال جاب لها شلل. الهلال السنه اللي راحت ما اخذ بطوله اسيا. السنه الماضيه ولين الحين ما اخذ شيء. يعمل دروب. لين الحين ما فاز بشيء. ابو سعيد لين دحين الهلال خالد الهلال فاز بطوله الحين ما اخذ ولا شيء. بطوله من اسبوعين الهلال الناس زعلان عليه. عموما نكتفي بهذا القدر، بس انا ما في رساله. اليوم نبارك المباراه بس. رساله. روح ماجد. هلا. اهو تسلل. الحمد لله انه متسلل. رجع ورا سالم. انا ما رفضت انه الا انه هذا خلط. يب شفته وطول في الاحتفال وما ادري ايش بذا حاجه. تتبعها اكس ليه فوق اصلا؟ اكس قدامه لاعب، ايش بكم يا عيال؟ طيب ورا يا ابني، ظهير وصلها له. عمري تدريج يعني مو لازم على طول. بنتي حركة الراس. لعبت اكس